النهاردة بديت اليوم اهوت الساعة حوالي الساعة 4:15. احنا صحينا دلوقتي عشان نعلف بإذن الله. في الوقت ده بالذات احنا بنعلف فيه وبنفتح الموبايل بتاعت الفراخ عشان نستعد لليوم بإذن الله. من أول الساعة 8 بنجمع البيض. هناخدكم معايا ونشوف. بنفتح دلوقتي، داخلين على العنبر. شوف لو في دواء، في دواء. بنفتح المية هنا ايه، بنحول كده ايه، كده شغال. سحب المية كده شغال وسحب الدواء فيها شغال. زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا جماعة. الجو الضلمة خالص اهو. هنبدأ ايه ان احنا نشغل اضاءة اهو. في المراوح دلوقتي مفيش بس الا يمكن مروحتين بس اللي شغالين، بقية المراوح كلها قافلة. ليه؟ عشان درجة الحرارة زي ما انتم شايفين كده. درجة الحرارة 23 اهي. يلا بينا هنفتح دلوقتي الموبايل اهو. وهننزل دلوقتي يا جماعه باذن الله المعالف. زي ما انتم شايفين كده المعالف عاليه خالص اهو. المعالف كده عاليه زي ما انتم شايفين كده. المعالف دي عاليه، احنا بننزلها بالكواريك ديت زي ما انتم شايفين. ماسك كوريك اهوت وبننزل بيه المعلف عشان الفراخ تبدا اللي هي تاكل. دقيقه واحده. كده خلصنا تنزيل المعالف زي ما انتم شايفين كده. وهنروح دلوقتي نشغل الحساسات عشان السحب بتاع العلف يشتغل. هنكمل برضه في طريقنا كده تفتيح موبايل زي ما انتم شايفين. الموبايل دي كنا بنقفلها اخر اليوم، بنفتحها اول اليوم ساعة التعليق بالظبط.
زي ما انتم شايفين كده. كده شغلنا كل المحركات دي شغاله، السحب بتاعها شغال عشان توصل العلف لبره في الاطباق من اول الخط لحد اخر الخط. كل المحركات دي شغاله زي ما انتم شايفين كده. خط الامهات كلها متجمعه عليه. خطوط الامهات ده 1 2 3 4 5 5 خطوط، وخط الديوك زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. كل دي ديوك، دي كده، دي كلها كده هي ديوك. من الحاجات اللي بتبين لك ان القطيع ده كويس او من حيويه القطيع بتاعك مدى اقبالهم على العليقه، بالذات ما يكونش عندك مثلا فراخ مثلا هربانه تحت الموبايل، او فراخ هربانه تحت اطباق العلف. زي ما انتم شايفين كده كل الفراخ وكل الديوك كلها بتاكل دلوقتي في الساعه دي بالذات. لو في فراخ تعبانه بيتبان لك اللي هي تعبانه اثناء التعليف الصبح. هنوريكم برضو حاجه من العمليات اللي بتتم في مزرعه الدواجن. زي ما انتم شايفين كده العمال ماسكين ايه، ماسكين نشاره وبيحطوها في الموبايل دلوقتي حالا. هنروح دلوقتي ونوريكم على الطبيعه. زي ما انتم شايفين كده بنحط نشاره داخل الموبايل اهي. لسه في نشاره دلوقتي بنحطوها عشان نحافظ على نظافه البيض. زي ما انتم شايفين هناك اهوت العامل ماسك شكاره النشاره وبيحط النشاره داخل الموبايل استعدادا لايه، ان الطائر ده بعد ما بياكل على طول بيكون بيدحي. ده اللي بيسحب داخل الخطوط يا جماعه.